أنا اتجوزت عفاريتة وفتحت باب من أبواب الشيطان. سحر أسود. في البيت ده محدش هيسمع صرختك، فاقفل النور واستعد. أيوة، أنا اتجوزت جنية وفتحت باب من أبواب الشيطان. السلام عليكم، أهلا بيكم في قناتنا قناة سحر أسود. حكايتنا النهاردة بعتها لنا صاحبها، وأول ما بدأنا نقرأ لقيناها واقعية جدا، ممكن تحصل مع أي حد. يلا بينا نسمع الحكاية. أنا اسمي وليد وعمري 34 سنة، ساكن في بيت عيلة. أبويا وأمي ساكنين فوقية، وأختي سلمى وجوزها ساكنين في آخر دور. أنا لوحدي في الشقة اللي تحت. من وأنا صغير بطبعي ملول وبزهق بسرعة، نفس الوشوش، نفس الكلام ونفس الروتين. ده خلاني اتجوزت 6 مرات وطلقت، عشان ما كنتش بعدي شهور وحس إن خلاص فقدت الشغف. طول عمري وأنا بعيد عن الصلاة والصوم، ماشي ورا يومي وخلاص. وفي يوم وأنا وصحابي سافرنا المغرب عشان نتفرج على ماتش الأهلي. بعد الماتش واحد مغربي اتصاحب علينا وقال لنا لو حابين تجربوا حاجة جديدة مش تقليدية، أنا أعرف عراف مشهور اسمه عم أبو الطيب، بيقول أسرار محدش يعرفها. أصحابي قالوا لي سيبك، الراجل ده ممكن يودينا في داهية، بس أنا بطبعي بحب التجربة. قلت لهم لأ، أنا رايح مش هخسر حاجة. وفعلا رحت للعراف، بصلي بنظرة طويلة قوي وقال لي عمرك ما هتبطل جواز عشان انت ملول وعايز كل يوم وش جديد. قلت له انا بهزر طب ما تجوزني جنية. ابتسم وقال لو انت صادق انا هحقق لك ده، تعال لي بكرة الساعة 9 بالليل. وفعلا رحت له تاني يوم الساعة 9 بالليل. سلمني ورقة فيها طلبات وطلاسم، كاس غريب كأنه من عصور قديمة، وحجر داكن، وطلب $200. اترددت لحظة، بس حب المغامرة شدني. دفعت وخدت الحاجات ورجعت على مصر. فضلت يومين ألف على العطارين عايزة أجيب الحاجة اللي في الورقة، بس أغلبهم رفض، واللي يبص لي باحتقار، واللي يقول لي ابعد يا ابني عن السكة دي، واللي يدعي لي بالهداية. لحد ما لقيت واحد مريب قال لي هجيب لك المطلوب بس عايز 3000 جنيه. ورحنا مكان تاني وجبت كل حاجة ب10,000 جنيه، كانوا تقريبا آخر فلوس، ما كانش معايا غيرهم. خلصتهم ورجعت البيت، دوبت المادة السوداء في المية لحد ما بقت سائل اسود داكن، وحطيت فيه على الحجر. كل ده جوه الكاس القديم اللي هو اداهولي، وسبته زي ما هو قال. صحيت الصبح لقيت الكاس فاضي. عبيته تاني وتالت، ونفس الحكاية لمدة 3 ليالي. وفي ليلة صحيت على همس ناعم كأنه كمانجة بتغني باسمي، يا وليد يا وليد. بصيت لقيت أجمل بنت شفتها، شعرها ذهبي وطويل، عيونها زرقاء، جسمها ممشوق، ضلة تخليك تنسى كل الدنيا. قالت أنا سلا الجنية اللي استدعيت، لو عايز نتجوز لازم نتمم التقاص في مكان هادي قريب من البحر. قلت لها أنا ما معيش فلوس. قالت بعد ما امشي افتح الدرج اللي جنبك. وفعلا أول ما مشيت فتحت الدرج لقيت 300,000 جنيه. خدت أجازة شهر، قلت لأهلي إن عندي مأمورية شغل. سافرت دهب وطلبت شاليه هادي مفهوش جيران. الراجل قال لي السعر هيبقى عالي قوي، قلت له مش مهم. دفعت 60,000 جنيه في الشهر من غير ولا كلمة. في أول ليلة
وقفت في البلكونة قدام البحر وناديت: يا سلا، يا سلا، يا سلا، 3 مرات. ما ظهرتش. زعلت ونمت. قبل الفجر الصوت رجع: يا وليد أنا جيت. قمت مبسوط جدا. قالت: لسه، استنى، احنا ما تممناش جوازنا. سألتها: أعمل إيه؟ قالت: لمدة 2 أسبوع كل يوم تجيب قطة سودة كبيرة وتذبحها في الحمام وتقرا الطلاسم اللي في الورقة اللي تجيبها، وبعدها يتم العهد ومش هنفترق أبدا إلا بموتك. الكلمة دي رعبتني، بس رغبة النعيم في جمالها ووعودها كانت أقوى بكتير من الرعب اللي جوايا. وفعلا الطقوس اللي طلبتها عملتها لمدة 15 يوم، وبعد 15 يوم رجعت لي تاني وقالت: من النهاردة احنا بقينا على عهد مش هيتفك إلا بالموت، وبقت حياتك من هنا ورايح ملكي. اتغيرت الحياة، بقى كلها زي من العطايا، أكل بيوصل لوحده، فلوس، هدايا، كل اللي اتمناه كنت بلاقيه. فضلت باقي الشهر أنا وهي مقفول علينا. أنا حاسس إن الزمن كان واقف. بعد شهر قلت أرجع لأهلي، وحشوني. من أول يوم رجوعي سلا بدأت تمنعني أشوف حد، وكل ما أزور حد تزعل. أتكلم مع أمي تتضايق، أشوف أصحابي تغضب. وشي اتغير، النوم راح مني، عصبيتي زادت. أي حد يخبط كنت أرد عليه بحدة. بيتي كله بقى ضلمة، مبقتش عايزة أكلم حد. وسلا بقت تفتح لي باب عالمها، طلاسم، بخور، شغل تحضير، وأنا أتعمق وأغرق أكتر. أمي يوم دخلت عليا فجأة، لقيتني قاعد قدام الحمام ماسك كتاب طلاسم وبتمتم بكلام غريب، والكاس الملعون جنبي. قالت لي وهي بتعيط: ايه اللي انت فيه ده يا وليد يا ابني؟ قلت لها وانا مش حاسس بنفسي: اطلعي برا. خرجت مكسورة، راحت لابويا تحكي له. ابويا قال: الليلة دي لازم انا اروح لشيخ حسان امام الجامع، الموضوع ده ما عادش ينسكت عليه. سارة ظهرت لي غضبانة: اهلك عايزين يفرقونا، اللي بينا مش عهد بشر، ده عهد موت. لو ابوك راح للشيخ انا همنعه بنفسي. قلبي وقع. رحت لابويا وحاولت امنعه. قال لي: انا هفوقك، شئت ام ابيت. اتخانقنا وزقني وضربني بالقلم وطردني. بعد ساعات اختي سلمى خبطت بتعيط: الحق يا وليد، بابا دخل العناية المركزة. جريت على المستشفى. قابلني عم أشرف صاحب بابا: ازيك يا ابني؟ وانا وابوك رايحين نصلي الفجر، سرب بكلاب سودا مسطهورة هاجمت. الغريبة ان هم سابوني وقعوا كلهم عليه. فضلت يا ابني اصوت وازعق عشان الناس تتلم. فجأة كلاب يا ابني اختفت كأنها بخار. الدكتور طمني ان ابويا هيتنقل اوضه عاديه بعد كام يوم. في اللحظه دي قلت من قلبي: يا رب. استحيت من نفسي. بعد ما بعدت كل ده عن ربنا بدعي بس في وقت الشده. رجعت البيت، شفت سلا
اللي حصل لأبوك عقاب صغير، ما تفكرش تبعد عني. قلت لها كفاية، ما بقتش عايزك. قالت مفيش كفاية، عهدنا بالموت. حركت ايديها طيرتني للحيطة واغمى عليا. اما فقت حسيت ان مفيش مهرب غير باب ربنا. رحت للشيخ حسان، حكيت له على كل حاجة. قال لي توب يا ابني واثبت على الصلاة والذكر واستناني بعد المغرب، أنا والشيخ عبد الله نجيلك إن شاء الله. هنجيلك. رجعت استنى، النهار بيمشي تقيل. قبل ما يوصلوا صلاة ظهرت بس بشكل تاني، شكل مرعب. ظل طويل وإيديها مليانة حوافر، رجلين شبه رجلين العنكبوت. لفت حواليا بمخالبها وربطت ايديا ورجليا ورقبتي، بدأت تخنقني. الشيخين وصلوا وبدأوا يخبطوا، لكن أنا ما بفتحش. حسوا إن في حاجة غلط أو غريبة. أختي سلمى فتحت الباب، وأول ما دخلت وشافتني في المنظر ده وقعت من طولها. الشيخ عبد الله بدأ يقرأ القرآن ورش مية واحدة واحدة. بدأت أفك شوية، بس سلا دخلت جوايا، كانت بتتكلم بلساني. ابعدوا أنا هقتله. وخلتني أهجم على الشيخ حسان. الشيخ عبد الله شدني من كتافي وبص لسلمى وقال لها لما فاقت اجري يا بنتي هاتي حبل بسرعة. جريت سلمى، جابت حبل من عربية بابا وربطوني. فضلت أقاوح واشتم وهدد، وكل ما الآيات تعلى قوتي تضعف. سقوني مية مقري عليها. الشيخ عبد الله حط ايده على راسي، زيت بقى حرقة بتطلع من جوه ظهري، كأن حاجة سودة بتتسلخ من روحي. كل شوية العذاب يعلى مع كل آية، وبعدين هديت لحد ما أنفاسي راحت، جسمي رجعلي، وأول كلمة قلتها الحمد لله. الشيخ قال اقطع كل أثر يربطك بيها يا ابني، وحافظ على صلاتك وذكرك، وربك مش هيضيعك. فتشنا الشقة، لقينا في درج قديم البخور والمادة السوداء والكاس والحجر. خدناهم ورميناهم في محرقة قريبة. ريحة دخانهم كانت بتخنقنا، كأنها صرخة بتتحرق وبتطلع من جوه النار. ومن ساعتها ما بقيتش بشوف سلا، على الأقل وأنا صاحي، لكن وأنا نايم بيرجع لي نفس الظل، نفس العيون الحمراء المرعبة، نفس الإيد الباردة على رقبتي. أصحى مفزوعة وأتوضى وأصلي وأذكر ربنا لحد ما الضلمة تسيبني. سبت على الطريق، اتجوزت واحدة طيبة، وربنا رزقني بولد وبنت. اتعلمت الدرس بإيدي. الباب اللي بيفتحه الطمع بيدخلك سكة ملهاش آخر، والعهد اللي بيتكتب بالحرام بيتفك بالنور، نور من عند ربنا. وكل ما أحس بالوشوشة القديمة بترجع من بعيد، أرفع عيني للسما وأقول يا رب يا رب، فيقفل ربنا الباب اللي أنا فتحته بجهلي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، دعمكم يهمنا. سلام عليكم.